في مباريات الجولة الثانية بالدور الأول بالمونديال بدأت تتضح ملامح الفرق المتأهلة للدور الثاني. فجر اليوم أطاحت كرواتيا بأسود الكاميرون خارج المونديال بعد أن فازت عليها برباعية نظيفة. أحكم الكروات قبضتهم على المباراة وكانوا الأفضل والأكثر سيطرة وأضاعوا العديد من الفرص، وكانوا الأقدر بحصد أول 3 نقاط لهم في انتظار مباراتهم الأخيرة مع المكسيك لتحديد المتأهل، ولربما يفرح أنصارهم مرة أخرى كما احتفلوا فجر اليوم. أما الكاميرون فأصبحت مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام البرازيل مجرد تحصيل حاصل. ونتجه إلى اللقاء الذي أهل رسميا فريقي تشيلي وهولندا إلى الدور الثاني مباشرة دون انتظار لمباراتهما الثالثة بالمجموعة، حيث فازت تشيلي بهدفين نظيفين على إسبانيا حاملة اللقب. سجل أولا لتشيلي إدوارد فارغاس في الدقيقة 20، ثم ضاعف تشارلز إيرانجيوز النتيجة في الدقيقة 34، ثم حاول الإسبان الرجوع بالنتيجة دون جدوى. لم يحقق حامل اللقب أي نقاط وودع البطولة رسميا برفقة استراليا قبل مباراتهما المقبلة، وأصبح الماتادور الإسباني خامس حامل لقب لكأس العالم يودع البطولة من الدور الأول، تاركا جماهير تشيلي تحتفل وترقص، بينما جماهيره التي تابعت المباراة على أمل الفوز حزينة ومنكسرة. وظهر ذلك جليا في صورة نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية تنعي خروج إسبانيا من المونديال، وتظهر ندم وحزن أعضاء الفريق لوصوله لنهاية مشواره بالمونديال.